محمد المطر، فرسان في مجلس الأمة، أصحاب مبادئ، انضموا إلى الأحرار في مجلس الأمة، ما نزلوا في انتخابات غير شرعية وغير دستورية، ما زالوا يواصلون معنا الكفاح لولا وقفة أهل القادسية وأهل الدائرة الثانية وأهل الكويت. اليوم ما كان عندنا هالعدد ولا عندنا هالإجماع، فبيض الله وجيههم على هذه الوقفة. الأمر الثاني، اليوم علمت أن القضاء ضر العسكري اللي ضرب محمد سندان الصحفي وكسر رقبته. تمييز. تم تبرئته. تمييز. يعني خلص. تم تبرئة أظن عبد الله سفاح اللي ضرب محمد سندان صحفي قدام. قضايا لنا كثيرة الظلم فيها واضح وبين تم حفظها. دخول المنزل تم حفظه. ضرب وليد الطبطبائي وفرح الصواق أمام الديوان تم حفظه. ضرب النواب حفظت. محمد سندان كسر رقبته براءة. بقى ما تبقى من هذه الوثيقة اللي السلطة أساسا ما تؤمن فيها. ليش نجامل؟ ليش نقول السلطة مؤمنة والسلطة زينة والسلطة لا؟ هذا خطأ. السلطة ما تؤمن للأسف. هي تتحين الفرص للانقضاض على هذه الوثيقة، وقد فعلت في فترات عديدة أن انقضت على هذه الوثيقة. النموذج اللي يبونه نموذج جاء 5 ب4. أرأيتم أي إهانة يحياها هذا الشعب؟ الآن السجون، المحاكم، شوفوا جدول القضايا، شيء مزري. شباب مثل الورود ناجحين في أعمالهم، أسراب على هالمحاكم وحكم بسجن، والقبيض والراشي والمرتشي الآن يصدر، الآن هو في رأس المجالس يتولى القرارات. إذن البلد في حال خطر. ورسالتي هي رسالة كل الكويتيين الآن للإخوان في المحكمة الدستورية. أنتم أمام موقف مفصلي وتاريخي. يمكن يتغيرون. الواقع يختلف عن السابق. هذا جيل اليوم لا يرضى ولا يقبل أن يعيش الحياة السابقة. لذلك لو حصنتوا المرسوم ترى الكلفة أعلى عليهم. الكلفة أعلى على النظام، على السلطة. يا خوفي يجي يوم اتمنى فيه السلطة أن المحكمة الدستورية كانت أسقطت المرسوم، ولا نوصل لمرحلة لا قدر الله خطيرة. وأخطر ما أخشاه أن نذهب باتجاه الحلول الوسط، والسياسة للأسف اللي ما تحسم الأمور. القضاء أحكامه يجب أن